إلى أخي وأختي، إلى ابني وابنتي، إليك يا صاحب الهم، إليك يا من تشعر أن الدنيا كلها ضاقت عليك بما رحبت، إليك يا من تشعر أنه ليس لك في الدنيا مغرز إبرة، إليك يا من ابتلاك الله بالأمراض وبالأسقام، يا من ابتلاك الله بالهموم وبالديون، زادت عليك الأسعار وكثرت عليك النفقات وتكاثرت عليك الطلبات فلم تجد مخرجا. إليك يا أخي يا من ابتلاك الله عز وجل في زوجتك فلم تجد معها الراحة، يا من ابتلاك الله بالزوج فلم تجد فيه العوض والسند والظهر لك، يا من ابتلاك الله بالأب الذي لم يعدل بين أبنائه، يا من ابتلاك الله بأمك التي لم تسوي بينك وبين أخواتك. إليك يا من تسلط عليك ظالم فأصابك بالهم والحزن وبالقهر. إليك يا صاحب الهم. إلى كل هؤلاء ليس الانتحار حلا، ليس الانتحار مخرجا من أزماتك، ليس الانتحار مخرجا من الديون فأنت تطالب بها في قبرك. الانتحار يا أخي فيه نوع اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، كأنك تقول بلسان حالك: أنا يا رب لست راضيا بابتلائك لي فأنا أعترض على كل ذلك وأخرج وأهرب من كل ذلك. الانتحار ليس خروج من الأزمات، بل هو دخول في أزمة كبيرة لا تعلم ما هو مصيره. نحن في الدنيا قد نغامر بأموال، بتجارة، بدراسة، بسفر، قد نفقد الولد فيعوضنا الله، قد نفقد الزوجة أو الزوج فيعوضنا الله، لكن إن فقدت حياتك وما تعلم ما هو مصيرك عند الله عز وجل فماذا تفعل يا عبد الله؟ وماذا لو انتحرت؟ هل ستقف الدنيا؟ هل ستتعطل مصالح الدنيا؟ لا، الكل سينساك وستبقى في طي النسيان، وأنت وحدك ستحاسب أمام الله عز وجل عما فعلته في نفسك، لأن الله عز وجل قد أذن لك عند الإكراه أن تتلفظ بلفظ الكفر وقلبك مطمئن بالإيمان لتفتدي حياتك ولا تعرضها للخطر أو القتل، فكيف تقدم أنت على إضرار نفسك؟ ومهما كان ابتلاؤك يا أخي، أليس لك في الأنبياء قدوة؟ أليس لك في الصالحين أسوة؟ الله عز وجل قص علينا في القرآن القصص لتسلية النفوس المبتلاة. الله عز وجل ذكر لنا من الأجور، وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأجور ما نصبر به على المصائب العظام. أخي، أنت أوتيت من ضعف إيمانك، دخل لك الشيطان من ابتعادك عن الرحمن، أصابك بالهم وبالحزن وبالاكتئاب من بعدك عن الله عز وجل. الله عز وجل حينما يبتليك ليس لهوانك عليه، بل قد يبتليك ليقربك. يراك الله عز وجل قد ابتعدت، قد شردت، قد سرحت في المعاصي الكثيرة، فيريد أن يقربك إليه، يريد أن تقول يا رب، يريد أن تلجأ إليه، يريد أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافي، الله ناصرني، الله عز وجل جابر خاطري، الله عز وجل مؤوي وحافظني. يريدك الله عز وجل أن تلجأ إليه، لا مفر منه إلا إليه سبحانه تبارك وتعالى. يا أخي، دار ابتلاءات، دار محن، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ما تكاد تخرج من ابتلاء إلا وتدخل في ابتلاء آخر، فعود نفسك على هذه الابتلاءات وصبر نفسك بالأجور العظيمة من الله عز وجل، وسل الله عز وجل ألا يبتليك، وإن ابتلاك أن يرزقك الصبر والسلوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.